واش في بالك ان في هذا الوقت هذا كاينه واحد المهاره مهمه بزاف اللي هي اصلا اللي كتفرق ما بين الشخصيه الاجتماعيه والشخصيه الانطوائيه. والا عندك هذه المهاره هذه فراه غتفتح على راسك بزاف ديال الفرص، والعكس الا ما عندكش فراه غتسد على راسك بزاف ديال الفرص اللي يمكن تجيبهم لك هذه المهاره هذه. وللاسف فاش كتمشي مثلا لجوجل ولا شي مواقع كيعطيوك شي اجوبه خياليه اللي اصلا كيفاش نرجعوا لك. شوف مهاره التواصل راه ما محتاجاش منك هذا الشيء كامل، هي سهله انك تكتسبها. راه انا بديت نتعلم شي مهاره كيما كانت كاين ثلاثه ديال الطرق، يا اما تتعلمها انت من خلال التجارب ديالك، يعني كتجرب وكتغلط وكتطور، يا اما كتقرا عليها شي كتاب كتطبق داكشي اللي فيه، يا اما كتفرج في شي فيديو ولا كتخوض شي كورس اللي كيعلمك هذه المهاره هذه. وداكشي علاش انا هنا صديقاتي غنغنيك من بزاف ديال الوقت اللي تقدر تضيعو في هاد الكتابات، وغنعطيك 6 ديال الطرق وثق فيا غتخوض هاد 6 ديال الطرق وغتجربهم، وكنوعدك بانه غتشوف التغيير في الحياه ديالك، لان اصلا هادشي كامل راه مربوط غير بهاد 6 طرق هادو. اصلا الا عندك هاد المهاره هادي راه غتكتسب بزاف ديال الاشخاص اللي يقدروا ينفعوك في الحياه ديالك. فاذا كنت فعلا مهتم انك تطور هاد المهاره هادي، كبر الشاشه، جيب ستيل ورقه وكتب هادشي اللي غنقول لك، ولا غير سكريني. المهم عندي انه يبقى عندك كمرجع باش كل مره تشوف فيه وتطبق داكشي اللي فيه، باش ماشي كل مره ترجع لهاد الفيديو هذا. واخا انا عندي رباح انك ترجع كل مره لهاد الفيديو هذا، ولكن كنقول لك داكشي اللي كنصحك انك تكتبه. راه فاش كتكتب راه كتانستالي في الدماغ ديالك 70% ديال المعلومات اللي كتسمعها، راه ماشي غير جيت وقلت لك خذ ستيل ورقه. دابا ندخلوا للموضوع ديالنا. شوف اول حاجه هي التملق. غتقول لي شنو هو التملق؟ بكل بساطه التملق هو انك تقول داك الشخص اللي كدوي معاه داكشي اللي كيقول هو مع راسو. تخيل معايا انت وصاحبك لعبتوا شي ماتش، ولا تخيلي معايا انت وصاحبتك كتشرح لك شي درس. بصراحه ما لقيتش شي مثال ناضي ولكن ندوزو فغير بالمنطق. تخيل معايا شنو كيقول داك صاحبك مع راسو. هادشي لا كان ماركي شي بيت ولا دار شي اسيست ولا بغيت شي واحد ولا بزاف ديال الحوايج، فكيقول مع راسو انا ناضي، انا بيت هذاك، انا درت هكا ماركيت بيت واعر. ولا تخيل معايا ديك السيده اللي كتشرح لي، فاش تقدر تقول مع راسها انا اينشتاين؟ لا ماشي لهاد الدرجه عاوتاني انا كنعرف نشرح مزيان، انا نقدر نكون استاذ، انا يجي معايا الاستاذ، انا كان هكا بحال هادشي هذا. المهم نخليك انت والخيال ديالك. اوكي جود نرجعوا ليك انت. تخيل معايا انك تقول داك صاحبك عرفتي كي درتي لهذاك مسكين بيضي يا صاحبي، تخليه يبات بلا عشا مسكين. ولا تقول لها والله الا كتشرحي مزيان وعقرب، ما كرهش كل مره تبقى تشرحي ليها. انا ما بقيتيش انت كدوي مع صاحبك، كدوي مع الايكو ديالو ولا الانا ديالو. وتيقن عرفتي كون كنخدموا هذه المهاره هذه راه ولينا دابا جوكر ولا خبراء في هادشي ديال التواصل، انك بكل بساطه تقول داكشي اللي كيبغي يسمعه هو اوتوماتيكمون. فاش كتقول شي واحد داكشي اللي كيعجبو راه كيبغي يسمعني، وتلقائيا كتخليه يبغي يدوي معاك. شوف تخيل معايا انت باغي تمشي تصيد الحوت، اشنو غدي معاك؟ غدي معاك الفريز ولا غدي معاك الدلاح اللي انت كتبغي؟ لا غدي معاك الدود ولا الدقيق، داكشي اللي كتبغي الحوته هي، ماشي داكشي اللي كتبغي انت. هادشي الا بغيتي تصيد الحوته، والا ما بغيتيش تصيد الحوته غدي معاك الفريز ولا عليها. وخذ هذيك كقاعده، كل ما بغيتي حوت كثر زيدو كثر بوان. شتي هادشي راه ساهل. انا قلت لك المهارات الحوار راه اسهل ما يكون، راه فعلا اسهل ما يكون. كون شجاع في الاستحسان ديالك وكون سخي في المدح ديالك. شوف الا خديتي غير هاد الجمله هادي في هاد الفيديو هذا راه تقريبا وصلت ل 50% ديال داكشي ديال التواصل. ثانيا الابتسامه. الانسان هو اللي كيختار براسو واش هو فرحان ولا لا. والا فكرتي بلي انت فرحان وضحكتي فراه انت فرحان، وهذا الشيء صحيح. راه ما كايناش شي حاجه زوينه ولا خايبه، انت اللي كتختار راسك واش ديك الحاجه زوينه ولا ديك الحاجه خايبه. وباش تعرف معايا القوه ديال هاد المهاره هادي، انا بغيك تجربها دابا. الا كنتي مع شي صاحبك ولا شي واحد حداك، شوف فيه وابتسم ابتسامه خفيفه ودوي معاه وانت مبتسم، وشوف ردة الفعل ديالو. قلت لك ابتسم ماشي ضحك. الله يصيفط لك شي كاس ولا شي لعبه. المهم فاش غتطبق هاد القاعده هادي، فاش كدوي مع الشخص وانت مبتسم، راه فعلا غتشوف الفرق في ديك اللحظه هذيك. شوف هاد النقطه هادي راه ما ندويش عليها بس نخليك انت تجربها وانت تشوف النتائج ديالها، وثق فيها راه غتشوف النتائج ديالها في البلاصه. من بعد فاش غتجربها تقول لي في الكومونت اشنا هي النتيجه اللي حصلت عليها. وصلت هنا ولا ديسلايك ماشي مشكل انت ندوزها هانيت على خاطر. ثالث نقطه هي ذكر الاسماء. شوف الاسماء راهم اهم حاجه عند الانسان. شوف راه الانسان كيبغي ديما يرفع من السميه ديالو. كل ما انت كدير هذا الشيء كل ما كتقرب لك داك الشخص بطريقه غير مباشره. هذا الشيء داير بحال المثال ديال الدود مع الحوت اللي دوينا عليه قبل. انا بغيتك تعيش معايا هذا المشهد هذا. تخيل معايا تلاقيت معاك في شي بلاصه ودوينا بلا 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 وتبادلنا السميات وتعرفنا على بعضياتنا وصافي مشينا وجلست مده وتلاقينا عاوتاني وانا عقدت على السميه ديالك وعيطت لك على السميه ديالك، فكيفاش غيكون ردة الفعل ديالك؟ ولا تخيل معايا انت تلاقيتي مع شي بنت ياك ودويتو بلا 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 وساليتو وتعرفتو السميات ولا كذا ولا عيباش وصافي تفرقتو، ومن بعد تلاقيتو وعقلت هي على السميه ديالك وعيطت عليك وسعاد عجبك الحال ياك. هادشي الطبيعه ديال البشريه. عطيتك هذا المثال هذا غير باش تعرف القوه ديال هذه القاعده. فمثلا عوض ما انك تقول لشي صاحبك ولا شي صاحبتك وصاحبي انت لعبتي مزيان هذا الماتش هذا، وصاحبي انت ماركيتي بيت ناضي، وصاحبتي انت كتعرفي تشرحي مزيان، وصاحبتي تجي معاك تكوني استاذ. فبالك تقول بكل بساطه والله الا خويا حمزه انت كتعرف تلعب الكره مزيان، والله الا خويا حمزه ماركيتي واحد البيت ناضي،
والله الا سعاد انت كتعرفي تشرحي مزيان، والله الا سعاد تجي معاك تكوني استاذه. غير هذوك السميات اللي زدتيهم راه بحال الا قلبتي الموضوع تماما. هادشي ظاهريا كيبان نفس بحال هادشي، ولكن راه باطنيا راه مختلفين تماما. دابا نمشيو للقاعده الرابعه، كن مستمع جيد وشجع الاخرين انهم يدويو على راسهم. شوف بديت تكون متحدث ناضج خاصك تكون مستمع يقظ والبساطه باش تكون مهم كون مهتم. شوف غنقول لك واحد النقطه في الطبيعه البشريه، ما عرفتش صراحه واش هاد النقطه مزيانه ولا خايبه. شوف الانسان كيما كان وكيما كانت العلاقه اللي كتجمعو راه كيهتم براسو بالمشاكل ديالو اكثر ما هو مهتم بك انت والمشاكل ديالك انت. وعلى هذا الشيء خاصك تشجع داك الشخص اللي كدوي معاه يدوي على راسو وعلى المشاكل ديالو. شوف الانسان اللي كيهتم غير براسو انسان اناني بائس جاهل، واخا يكون عنده بزاف ديال الدبلومات يحصل على اعلى الشهوات. واذا ما بغيتيش تولي متحدث بارع دير هاد الاخطاء هادو، ما تسمع حتى واحد دوي بلا ما تسكت. واذا طاحت لك شي فكره في راسك وصاحبك كيدوي فقاطعو بلا ما تسناه حتى يكمل، راه هو ماشي ذكي عليك. ما تضيعش الوقت ديال التهمين باش تسمع ليه. الله يرحم ليك الوالدين ما تطيحش في هاد 3 ديال الاغلاط. شوف هاني كنطلبك كاع راه اللي كيدير هاد 3 ديال الاغلاط راه كيسحب ليه انه في اعلى سلم الاجتماعي، ولكن في الحقيقه راه هو لتحت. ديما حاول انك تبقى تسمع داك الشخص اللي كيدوي وما تقاطعوش، وحتى الا بغيتي تقاطعو ما تقاطعوش، خليه يعبر على راسو. شوف هذه هي المعادله بكل بساطه، اسمع عطي اسئله حلل وتعاطف. دابا نمشيو للنقطه الخامسه، هي انك تدوي على داك الشيء اللي كيعجب وكيفرح داك الشخص اللي كدوي معاه. ثق فيا راه الطريق للقلب ديال الشخص هي انك تدوي على داك الشيء اللي كيعجبه وكيفرحه وكيعتز به. يعني حاول انك تدوي على داك الشيء اللي كيعجبه وكيفرحه. شوف هاد النقط كامله اللي قلت في هذا الفيديو هذا حاول انك دير لهم الاسقاط على راسك. ديك الساعه شوف القوه ديالهم. شوف الا كان الشخص اللي كدوي معاه كتعجبو الكره دوي معاه على الكره، الا كنتي كتعرف انك تعجبو شي فرقه دوي معاه على ديك الفرقه، الا كنتي كتعرف انك كيعجبو الافلام دوي معاه على الافلام، الا كنتي كتعرف انه كيعجبو الكتوبه دوي معاه على الكتوبه، الا كنتي عارف انه ما كيعجبو والو دوي معاه على والو، الا كنتي ما عارف عليه والو دوي معاه على راسو. دابا نمشيو للنقطه السادسه، هي انك تخلي داك الشخص اللي كدوي معاه يحس بالاهميه ديالو وديرها بصدق بكل صراحه. شوف انت راه داخل هذا الفيديو هذا باش تعلم تواصل وباغي تعلم تواصل باش تخلي الناس يحسوا بالاهميه ديالك. الناس كتفيق معاه 6 الصباح مع 5 الصباح باش تمشي تخدم باش تجيب الفلوس. هادشي كامل اللي كنديرو حنا في الحياه ديالنا راه كنديرو غير على ود حاجه وحده باش نخليو الناس يعترفوا بينا. يعني هادشي راه الطبيعه فينا. يعني تخيل معايا انت مشيت تشري الكراطه عند الحانوت، الكراطه اللي كيسيقوا بها ولقيتيه طالع ليه الدم، هنا عرفتي الا غير حسستي داك الشخص بالاهميه ديالو راه تخيل معايا غتحولوا من داك المود ديال انه معصب ولا مقلق لواحد المود اللي هو فرحان. ولكن كيفاش؟ تخيل معايا غير انا قلتي لي عرفتي فهاد الصباح هذا شحال من واحد مشيت عنده ما لقيتش عنده هاد الكراطه هذه، وهادوك كاع اللي كيبيعوهم سدين الا عندك انت. والله الا كاين معلم، ولا تقول ليه اصبح العظيم كاع هادوك اللي كنشري عندهم الكرارت غير كيتهرسوا الا عندك. بقى تجيب هاد النوع هذا راه مزيان تبارك الله. انا قلتي هادشي هذا فراه مبروك عليك، خليتيه يبتسم بعد ما كان معصب وخليتيه يبغي يجمع معاك. ولكن راك شريتي الكراطه وماشي وقت تجمع هذه، خاصك تمشي تسيق داك البيض اللي هرس الفطر قبل ما يجي شي واحد الدار. من هادشي كامل نبغيك تاخذ واحد الحاجه، لانه الرغبه باش تكون مهم هي اللي كتخلي الانسان يدير كاع داكشي اللي كتشوفو دابا، هي اللي كتخليه يفيق مع الصباح واخا يكون البرد واخا يكون الثلج، هي اللي كتخليه يخدم، هي اللي كتخليه يسطح في تيك توك، هي كتخليه يدير بزاف ديال الحوايج. هذه هي الطبيعه ديالنا، ديما كنجريو وكنسعوا باش نحسوا باننا مهمين. وعلاش ما تستغلش هاد الثغره هذه في التواصل ديالك مع الناس؟ الا درتي هاد الطريقه هذه راه غدير الصحاب وغتخلي اي واحد يبغي يجمع معاك. وهادشي كامل اللي قلت لك باش ينجح كيخصو واحد الشرط هو يكون خارج من القلب. وهنا صديقي صديقاتي كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. اول حاجه شكرا على المشاهده وشكرا على التركيز ديالك. الا وصلتي حتى هنا فاكتب لي سميتك في الكومونت باش نعرف الناس اللي كملوا الفيديو حتى الاخر ونفرح بكم. والا عندك شي موضوع مبرصدك ولا شي مشكله قولها لي في الكومنت وغنكون فرحان انني نجاوب. اخيرا شكرا على الثقه ديالكم والمشاهده وما تنساش تشترك في القناه. هنا كان معكم اسطاني والسلام عليكم.